توفي منذ قليل المذيع والممثل الشاب عمرو سمير إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 33 عاما، ولم يتم تحديد موعدا لتشييع جثمانه أو العزاء حتى الآن. بدأ عمرو سمير حياته كممثل وهو في العاشرة من عمره، حيث شارك في فيلم القتل اللذيذ أمام ميرفت أمين، إلى أن عاد إلى الساحة من خلال عمله كمقدم برامج تم شكل بواسطة التطبيق التالي: https://bleed.google.com/star/details/details استفهام ايد بودر.محيم.تربسيدتر